اللاعب إمام عاشور تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي، ولكن تم رفضه بسبب ضعف المقابل المادي، بجانب تمسك النادي الأهلي بخدمات اللاعب والاتفاق على تعديل راتبه. كابتن أحمد حسن: الأهلي قرر بشكل نهائي استمرار أحمد عبد القادر وتجميده لنهاية الموسم حال استمرار رفضه كافة العروض، وذلك لمنع انتقاله المجاني إلى الزمالك في الميركاتو الحالي. الأهلي يعلن تعيين نير علي خلفا لأمير توفيق. أعلن النادي الأهلي تكليف نير علي مدير عام التسويق بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لشركة كرة القدم خلفا لأمير توفيق. وكان أمير توفيق اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بسبب ارتباطه بالعمل خارج البلاد. وذكرت جريدة اليوم السعودية أن أمير توفيق مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الأهلي السابق سيتولى أحد المناصب الإدارية بنادي أهلي جدة السعودي. كما سيخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي غدا الأحد مباراتين وديتين استعدادا لبطولة الدوري الممتاز التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل. ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع بتروجيت في 6 مساء ومع منتخب الشباب في 9 مساء من نفس اليوم. وينوي الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تجربة جميع لاعبي الفريق في الوديتين على أن يمنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة في قطاع الناشئين تمهيدا للاستعانة ببعضهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة. علي معلول يسجل هدف من ضربة جزاء مع الصفاقسي في ودية أمام مستقبل المرسى. شكري نجيب لاعب الإسماعيلي السابق يحيي ذكرى إيهاب جلال في فيديو تقديمه لاعبا للمقاولون العرب. زيزو يتسبب في أزمة داخل مقر إقامة لاعبي الزمالك. أقام لاعبو الزمالك داخل أحد الفنادق الكبرى قبل مواجهة المحلة وديا. بالفندق ذاته حضر عددا من مشجعي الأهلي لحضور مناسبة عامة. هتف مشجعو الأهلي باسم زيزو في حضور مسؤول الزمالك ولاعبيه. حرص مسؤول الزمالك على استدعاء إدارة الفندق. مسؤول الزمالك أكدوا لإدارة الفندق أن تصرفات المشجعين غرضها استفزاز اللاعبين. تدخلت إدارة الفندق وطلبت من مشجعي الأهلي الهدوء وتم احتواء الأزمة. بيراميدز يتعادل مع سيراميكا كليوباترا وديا بنتيجة 1-1 استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز. الزمالك يحصل على مبلغ يقترب من 400 ألف دولار حق رعاية اللاعب مصطفى محمد في حال إتمام صفقة انتقاله لنادي النيوم السعودي بقيمة 10 مليون دولار. كشف الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن أن نادي الزمالك أنهى إجراءات التعاقد مع جناح أجنبي جديد في صفقة قوية ينتظر الإعلان عنها خلال أيام. وأوضح الغندور أن إدارة نادي الزمالك تنتظر رحيل اللاعب أحمد الجفالي إلى نادي فاركو على سبيل الإعارة لإتاحة مقعد في قائمة اللاعبين الأجانب تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة. محمد النني ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي لموسم 2024-2025 من اختيار الجمهور. القاهرة 24 يكشف قيمة انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي. وأكدت مصادر خاصة للقاهرة 24 أن القيمة المالية التي سيحصل عليها بيراميدز من انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي لن تتخطى 1.5 مليون دولار. وجاء ذلك بعد الأنباء التي ترددت أمس حول وجود أزمة بين بيراميدز والمريخ البورسعيدي، والذي يحق له الحصول على نسبة من انتقال اللاعب إلى الجزيرة كحق رعاية بسبب تغيير المقابل المادي في العقود الرسمية. من جانبه قال أيمن عيد المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ في تصريحات خاصة للقاهرة 24: أرسلنا عبر البريد الرسمي لنادي بيراميدز نستفسر عن قيمة صفقة انتقال إبراهيم عادل من بيراميدز إلى صفوف فريق الجزيرة الإماراتي للحصول على نسبة إعادة البيع الخاص بنا وفقا للعقد المبرم من نادي بيراميدز والمقدرة ب20% من إجمالي قيمة انتقال اللاعب. وأضاف أيمن: تربطنا علاقة قوية بمسؤولي بيراميدز وعلى رأسهم عمرو بسيوني مدير التعاقدات الذي يعد أحد أبناء نادي المريخ البورسعيدي ولعب ضمن صفوفه. فلا نسعى لأي أزمات ونرغب في استمرار العلاقات بيننا بشكل جيد. الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى نادي وادي دجلة في وفاة اللاعب محمد أبو النجا. أمير هشام عبر بلس 90: ديانج لاعب وسط الأهلي رحب بتجديد عقده مع النادي خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت معه، مشيرا إلى أن اللاعب يرغب في اللعب أساسيا خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أنه يرى تعرضه لظلم شديد خلال وجود المدرب السابق مارسيل كولر. والمفاوضات تسير بشكل جيد بين الأهلي وأليو ديانج. إنفانتينو يختار العالمين لقضاء عطلته الرسمية مع أسرته.
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بحضور هانا بوريدة عضو مجلس الفيفا والرئيس الشرفي للاتحاد المصري لكرة القدم. ورحب وزير الرياضة بزيارة رئيس الاتحاد الدولي إلى مصر، معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.